بنرجع مرة تانية لمسلسل ذا بويز، والحلقة دي كانت غريبة جدا. بنشوف هنا إن الهوس وصل عند هوملاندر لمستوى تاني خالص، غير كمان على الجانب التاني إن الفريق بيحاولوا إن هم يقتلوا بعض. وبصراحة كده أنا كنت متوقع إن الحلقة دي هتكون جامدة جدا، ولكن للأسف الحلقة دي يمكن يكون فيها الحلو وفيها الوحش. حلقة زي دي فيها خناقات داخلية وفيها شتائم غير متوقعة، وكمان هنا طفيل غريب بيحاول الفريق زي ما يكونوا أطفال بيحاولوا إن هم يقتلوا بعض. فخلينا الفيديو النهارده كده مع بعض نشوف إيه اللي حصل معانا في الحلقة رقم 4، ومن غير ما نطول في الكلام كتير يلا بينا نبتدي على طول. بنرجع هنا مباشرة بعد أحداث الحلقة اللي فاتت. هوملاندر واقف بيبص على صورة ابنه، واضح إنه داخل في حالة حنين الماضي بعد ما ضرب ريان ضرب عنيف جدا، وبيستغرب بعدين إن ريان أصلا لسه عايش. وده شبيه برضه باللي بيحصل في مسلسل انفينسيبل بالتحديد مع الفيلترومايتس لما بيختبروا أولادهم. التأملات هنا بتاعت هوملاندر بتتقطع مع ظهور فاير كراكر، وهنا بيبان إن لبسها شبيه بشوية باللبس بتاع ستارلايت التاني، بوتس عالي وكمان مظهر مكشوف. الفرق ان ستار رايت رفضت الشكل ده وابتعدت عن سيفل لما اكتشفت الوساخه بتاعتهم، ولكن هنا فاير كراكر ماشيه في الاتجاه العكس. وفي نقطة مهمة جدا، ستارلايت اتسببت زمان في إشاعة وحشة كمان عن فاير كراكر، وده ساعتها تدخل الطريق اللي هي فيه دلوقتي. وكمان من الحاجات المضحكة هنا إن دايما فريق ذا سيفن عمرهم ما بيبقوا سبعة فعلا، دايما بيكونوا ناقصين. بعد كده فاير كراكر بتتكلم عن برفيوم جديد يسمى جنرال ليس سيكريت، وده يعتبر اصلا جنرال كونفدرالي. الغريب ان هي بتقول ده قدام علم امريكا، ودي مفارقه كبيره لان الجنرال ده كان خائن في تاريخ امريكا. هوملاندر هنا بيشم حاجه غريبه، بيشم اصلا ريحه ابوه، وده بيخلي فاير كراكر مرعوبه فعلا. ومن هنا بنشوف قد ايه هوملاندر عنده قدرات شم اقوى من اي سوبر هيرو تاني. بصراحه في اللحظه دي انا قلت هيخلص عليها. طيب فاير هنا هي كانت بتحاول تبرر الموقف وبتقول ان هم كانوا بيجهزوا اصلا للمقابله، ولكن هوملاندر مش مهتم اساسا بكلامها. هو بيبدا يقول ان شاف ملاك وان هو المختار، وبيوصل كمان لدرجه ان هو بيقول على نفسه المسيح وكمان مخلص العالم ده. هي بتبص ليه بصدمه حرفيا، لكن واضح ان خلاص فقد السيطره وبقى عايش في وهم كبير. في نفس الوقت المسلسل بيربط ده اصلا بموضوع الدين واستغلاله، وان هوملاندر كمان بيحور الدين لصالحه وبيعمل نفسه ملك. فاير هنا رغم ان هي كانت بتستخدم الدين ضد الناس التانيين بدأت تبان كأنها تايهة ومش فاهمة كمان هي دخلت نفسها في ايه. هوملاندر كمان بيوضح ان كل علاقاته مصلحة، وانه بيستخدم الناس وبيرميهم بعد كده، وده واضح في علاقته بفاير. هي بتقول ان هي اصلا مستعدة تعمل اي حاجة علشانه، لكن واضح ان ده بقى خوف اكتر من انه ايمان حقيقي. المسلسل هنا بيحاول يورينا ان هوملاندر بقى مثال للملك المزيف اللي الناس بتتبعه، واللي بيكسر وصايا دينية كتير زي القتل والاستغلال وصناعة الأصنام. في مشهد تاني احنا بنشوف ان بيلي بياخد ران لمكان آمن علشان خاطر يعالجه، وبيشبه المواجهة اللي حصلت بينهم هنا بالفيلم بتاع امبار سترايكس باك لما دارس واجه لوك. ريان اصلا ما يعرفش حاجات كتير عن العالم لانه اتربى بشكل معزول جدا، ومش مسموح ليه كمان يشوف غير حاجات بريئة. بيلي هنا عاوز يستخدم ران كسلاح ضد ابوه، لكن ريان نفسه تايه ومش فاهم اي حاجة. بعد كده احنا بنشوف ان ام بيرجع لحالته القويه وبيجهز نفسه. بعدها كمان بنشوف ان فرنشي بيشرح ان تطوير الفيروس ده هيحتاج وقت طويل، فبيقرر يروح هنا لفورت هارموني. لكن في مشكله، المكان ممكن يكون خطر ومليان تهديدات. وفي نفس الوقت هيو بيلاحظ ان هوملاندر قرب فعلا ان هو يوصل لكومباوند في 1، ولو حصل كده الدنيا هتبقى كارثه لانه هيبقى شبيه بملك محدش هيقدر يوقفه. لكن لو الفريق قدر يوصل ليه الاول ممكن ينقذوا ستارلايت وكيميكو وبيلي كمان. هيوي دلوقتي بقى هو اللي ماسك زمام الامور في المجموعه، وثقته في نفسه زادت جدا مقارنه بالمواسم اللي فاتت. هو ما ضاعش زي بيلي او حتى ممكن اني، وده بيبين قد ايه هو اتطور من شخص عادي وخايف لشخص قريب انه يقود فعلا ذا بويز. وده اصلا نفسه اللي بيحصل في الكوميكس، ان هو في الاخر بيبقى ليه دور قيادي مهم في الاحداث الاخيره، وده اللي الحلقه بتلمح ليه. لكن العلاقه هنا بين بيلي وكمان هيوي بقت سيئه جدا دلوقتي. هيو بيحمل بيلي مسؤوليه ان راين هرب وخاف. بيلي بيرد عليه وبيسأله طيب ستارلايت راحت فين؟ ستارلايت كانت طارت في نهاية الحلقة اللي فاتت لأنها مش عاوزة هيو يتأذي، هي أصلا بتمر بصدمة كبيرة، وكانت فاكرة إن هو اللي مات بعد اللي حصل مع مافريك. الموضوع ده حساس جدا بالنسبة لهيو، خصوصا إن علاقته بستارلايت بقت فيها مشاكل أكتر، وده شبيه بالكوميكس علاقتهم دايما بيكون فيها شد وجذب، وممكن بيلي يحاول يوقع بينهم في المستقبل. وده بيحصل لان بيلي وكمان ام في السر عاوزين يدمروا الفي 1 بدل ما يستخدموه لانقاذ اصحابهم. بعد كده احنا بنشوف ستارلايت وهي بتقابل ابوها لاول مره من 20 سنه. اللحظه دي فيها مشاعر كتير، وبنشوف الفرق بينه وبين والدتها. هو متفاجئ بوجودها لكنه بيكمل شغل عادي جدا في الجنينه. وبنعرف مفاجاه كبيره، عندها اخ غير شقيق، ولكن المفاجأة يمكن ما تكونش حلوة قوي لأن الأخ ده يعتبر داخل في العالم بتاع مايس فير وبيحب شخصية زديب جدا. المسلسل هنا بيورينا ازاي الإعلام والدعاية بتأثر على الناس العادية وبتخلي حتى العائلات تنقسم، وده شبيه برضه باللي شفناه قبل كده في قصص زي ستورم فرونت لما كانت بتأثر على الناس وتوجههم للكراهية.
بعد كده احنا بنشوف سيستر سيج اللي عندها ذكاء صناعي قديم وبتكلم الرئيس. امريكا دلوقتي مفلسه بسبب تمويل معسكرات الحريه، وهي بتقترح حل غريب: تقليل تمويل المدارس وتوزيع قصائم مرتبطه بهوملاندر. الفكره ان الاطفال يتربوا من بدري على افكار هوملاندر، يعني نوع من غسيل المخ من الصور. وده خد بالك نفس اللي بيحصل في العالم الواقعي عن طريق التليفونات. المسلسل هنا بيركز على فكره تدمير التعليم، وده بيحصل تدريجيا في العالم بتاعه. المدارس بقت فاسده او ملهاش لازمه، والهدف ان الجيل الجديد يتوجه لفكر النظام. بعدها سولجر بوي بيظهر وهو متعصب جدا ومش عاجبه ان واحده سودة استدعته، وطبعا سيج هنا بتستغله وبتلعب على كراهيته علشان خاطر توديه لمكان معين. المكان ده طبعا هو فورت هارموني، وده جزء من خطتها. لسه مش واضح هدفها النهائي، لكن واضح ان هي بتلعب لعبه كبيره، وممكن تكون عاوزة تكشف النظام كله أو تتحكم فيه بطريقتها. بعد كده بنشوف الفريق فعلا رايح المعسكر ده، وبيبدأ التوتر بينهم يزيد تاني. في خلافات بين بيلي وباقي الفريق، وهيو بيقع فجأة وبيلاقي جثث كتير حوالين المكان ده. المكان واضح انه خطير جدا، والناس اللي دخلته قبل كده قتلوا بعض بسبب حاجة في المية أو البيئة هناك. الفكرة هنا ان كومباوند في مش بس بيدي قوة خارقة، لكن كمان ممكن يمسح الإنسانية من الشخص ويخليه عنيف وعديم الرحمة كمان. وفي النهاية المسلسل بيربط كل ده بفكرة ان الأنظمة الفاسدة زي فوت بتغذي الكراهية والانقسام بين الناس، وبتخليهم يكرهوا بعض بدل ما يتحدوا ضد النظام نفسه. والحقيقة ان الوحش الحقيقي مش كائن، لكن البشر نفسهم لما بيتحولوا لنسخ قاسية وعديمة الرحمة هم اللي بيكونوا الوحش الحقيقي. ففي الحلقة دي بنشوف بقى إن الكراهية والتفرقة بقت منتشرة بين الكل: سيلجر بوي، هوملاندر، وذا بويز، وحتى ستار لايت وعيلتها، وكمان ذا ديب اللي حتى مع الأسماك بدأ يتصرف ضدهم. كل الناس تقريبا بقت بتتفرق عن بعض بسبب الكره اللي بيتزرع فيهم. عندك ذا ديب هنا بيبان إنه شخص نرجسي جدا، وبيقول إنه ياكل السمك ده شرف كبير ليهم. بعد كده بلاك نوار بيظهر فجأة وبيضرب الأكل من إيده، وده بيكشف ان بلاك نور لسه موجود ومش مجرد شخص تاني لابس البدله. هو واضح ان الممثل اللي بيحاول يعيش الشخصيه بجد. في توتر كمان بينه وبين زديب، لان زديب زمان كان السبب في ان واحد تاني ياخد مكانه عند ستان ادجار، ووقتها العلاقه بينهم ما بقتش مستقره. فبلاك نور هنا بيقول انه عايش الدور بشكل كامل وبيمثل الشخصيه بجديه شديده، بس واضح ان الشخصيه دي بدات تفلت منه، ممكن يوصل انه يقتل زديب في المستقبل. زديب كمان بيخون اي حد بيحاول يدافع عنه، حتى نور نفسه اللي كان الوحيد اللي بيعامله كويس ويدافع عنه، وده بيخليه يفضل بينزل اكتر في طريق انه يعمل حاجات اسوأ علشان خاطر يرضي هوملاندر. لكن المشكله ان هوملاندر نفسه مش بيحب حد بجد، فزديب مهما عمل مش هيكسب حبه في الاخر. بعد كده بنشوف مشاهد غريبه مع اشلي في بيتها، وفيها ايحاءات ان هي داخله في علاقات مش طبيعيه وغريبه جدا، وفي نفس الوقت شكلها قدام الناس عكس الحياه بتاعتها. وفي كمان جزء بيورينا هنا الشخصيه الدينيه اللي تسمى اوفازر ده بيستغل الدين علشان خاطر يكسب فلوس، رغم ان الكنيسه اصلا مفلسه ومش عارفه تجيب تبرعات، حاجه في منتهى الوساخه. فهو بيقول ان الحل ان هم يعملوا ايه بقى: قدوم مسيح جديد علشان خاطر الناس ترجع تؤمن وتدفع فلوس. بعدها بنرجع بقى لفورت هارموني وفريق ذا بويز وسط المكان، لكن الجو هناك مرعب جدا. في جثث كتير وحيوانات ميته، وبيبان ان اي حد داخل المكان ده قبل كده حصل له حاجات مفزعه. هو بيبدأ يتصرف بشجاعة أكتر من العادي، وبيهاجم ستارلت بالكلام وبيقول إن هي ما اهتمتش بيه بعد اللي حصل، وده بيبان إن في حاجة غلط أو تأثير بيغير التصرفات بتاعته. كلهم هنا بيلاقوا المكان شبيه فعلا بفيلم رعب، وبيبدأوا يفهموا إن في حاجة كبيرة ومخيفة حصلت هناك. في نفس الوقت ستارلت بتشوف صورة لعيلة أبوها الجديدة، وبتحس بالوجع لأنه اختار يعيش حياة جديدة معاهم ونسي الماضي بتاعه معاها. وفي بيت العيلة بنعرف إن هم عايشين تحت ضغط كبير بسبب نظام هوملاندر، حتى مجرد رأي مخالف ممكن يسبب مشاكل أو عقاب كمان. في الآخر هنا المسلسل بيورينا نظام فوت بيستخدم الدين والإعلام والسياسة علشان خاطر يخلي هوملاندر يبقى ملك، وبيحاولوا كمان يغيروا التاريخ والدين علشان خاطر يخدموا الفكرة دي. الفكرة هنا انهم بيحاولوا يحولوا هوملاندر لشكل ملك او مخلص، بس في الحقيقة هو كله معمول ومصنوع جوه غرف كتابة وسيناريو، يعني اي حاجة في صورته الملوكية دي مش حقيقية خالص. فبالرغم من كل اللي احنا شايفينه ده، دلوقتي القصة بتدفعه اكتر ناحية انه يبقى ملك مزيف. ففي الكوميكس الحاجات دي كانت بيعملها شخص يسمى ذا ليجند، ونتمنى نشوفه تاني في المسلسل ده. بعد كده وورم بيقترح ان هوملاندر يعمل معجزة على الهواء في التلفزيون. المشكلة انه اصلا ما يقدرش يعمل معجزات، فالحل يكون مؤثرات بصرية. وفي افكار غريبة زي انه مثلا يقلد معجزات سيدنا موسى او سيدنا عيسى، او حتى كمان يشق البحر ويرجع اللاجئين لبلادهم. وده طبعا سوء فهم غريب جدا للقصة دي، لانهم من الاساس هم مش عارفينها. فباقي الفريق هنا بيبتدي يطلع افكار تانية زي مثلا يزور الاماكن الدينيه حوالين العالم، يعمل مثلا حضانه باسم هوملاندر، يعمد شخصيات مشهوره بس ولا فكره فيهم هدفها يساعد الناس بجد، كله تمثيل وشكله وخلاص.
رغم ان هنا شركه فوت عندها فلوس وقوه تقدر فعلا تغير العالم، لكن هوملاندر مهتم بس انه يبان كويس مش انه يكون كويس بجد. حتى كمان الراجل بتاع الدين وفازر ده بيقترح يخلوه يقعد على عرش ويعملوا له صوره كانه ملك، وده طبعا استغلال الدين بشكل واضح. في الكوميكس الشخصيه دي كانت بتشكك في الفكره في الاول، بس بعدين اقتنعت علشان خاطر الفلوس، لان الكنيسه بتاعت هوملاندر المفروض تدخل لهم فلوس كتير. وبالفعل بيحسبوا ان حوالي 22% من الناس ممكن يصدقوا ان هوملاندر هو الملك الحقيقي، وده برضه يمكن يكون شبيه في الوقت الحالي بالعالم الواقعي. طيب هنا بقى وورم بيقول انهم محتاجين اصلا قصه يقنعوا بها الناس دي، وبيتكلم عن فكره رحله البطل اللي بنشوفه في قصص كتير، وحتى القصه بتاعت ريان يعتبر ماشيه بنفس الفكره. فاير بتقول ان القيم القديمه زي مساعده الفقراء او استقبال اللاجئين ما بقتش تبيع، وبتقترح هنا ان امريكا هي حكومه من عند الملك، وان الشعب الامريكي هو المختار، وبالتالي هوملاندر يتقدم كانه بطل امريكي ملوكي. بس في مشكله، ما ينفعش يقولوا عليه ملك، فبيقرروا يسموه نبي امريكا، وده طبعا شبيه بشكل كبير جدا باللي بيحصل دلوقتي مع دونالد ترامب. المهم ان احنا بعد كده بنروح بقى المشهد بين هوملاندر وسولجر بوي وهم ماشيين مع بعض. سولجر بوي هنا بيستهزأ بيه وبالكاب بتاعه، وبيبان انه رافض فكره انه يتشال او يعتمد على حد، رغم ان هوملاندر ممكن يطير بيهم بسهوله. كمان سولجر بوي واضح انه مش مهتم بحياه البشر خالص، وبيتكلم عن الجثث كانهم ولا حاجه. هوملاندر بيساله انت ليه بتساعدني؟ في الحقيقه سولجر بوي كان موافق يساعده علشان خاطر يوقعه، لكن بيكذب وبيقول انه علشان خاطر هوملاندر معجب بيه. واضح جدا ان هوملاندر عنده مشاكل نفسيه بسبب الاب والام. كمان هوملاندر بيجيب سيرة ستورم فرونت، وبيتصدم لما يعرف ان السولجر بوي كان على علاقه بيها. وفي نظريه قديمه بتقول هنا ان هي ممكن تكون ام هوملاندر، وده بيخلي الموضوع اغرب بكتير. هوملاندر بيقول ان هي ماتت، بس سولجر بوي مش مقتنع، وفعلا موتها كان غامض شويه. فهنا بقى في نفس الوقت فريزا بويز بيدور في المكان وبيلاقي مخططات مهمه، لكن التوتر بينهم بيزيد جدا. هو بيهاجم بيلي تاني، بيلي بيرد عليه بطريقه قاسيه، هو حتى بيهاجم ام وبيتهمه انه السبب في اللي حصل، وبيبان ان هو مش على طبيعته خالص، خصوصا انه شكله مرهق وعينيه حمراء كانه متاثر بحاجه. بيلي كمان بيرد بسخريه جامده وبيقول له انه حتى قتل ابوه بنفسه، وده بيبان قد ايه العلاقه بينهم بقت متوتره جدا. فمع كل اللي بيحصل ده بيلي هنا يعتبر عامل زي الشيطان اللي بيحارب والغريب انه اكتر واحد عاقل في اللحظه دي هو فرنشي. حتى كيميكو بيتهاجم فرنشي، وبيلي بيرد عليها بطريقه قاسيه وبيقول انه كان بيحبها اكتر وهي ساكته زي الحيوان. الجمله دي لها تلميح لنهايه الكوميكس، وفي نفس الوقت الرد هنا بتاع كيميكو ان انا مش حيوانك الاليف دي يعتبر برضه شباب الجمله اللي قالتها ديبي لنولان في مسلسل انفينسيبل. الموقف هنا كله شبيه جدا بالفيلم بتاع افنجرز الاول، لما الفريق كان بيتخانق بسبب تاثير العصا بتاع لوكي، وكل واحد بيقول الحقيقه اللي جواه. بعدها بقى لما بنروح لابو ستارلايت ونشوف حياته مع عيلته الجديده. اخوها هنا شاب عادي جدا ومشغل مزيكا بصوت عالي، وهي لابسه بيجامه مرات ابوها. في نفس الوقت السوبرز بقى ليهم سلطه على الشرطه، وده اتقال قبل كده، يعني الشرطه بقت تحت سيطرتهم بشكل كبير. بنعرف ان ابوها بيتجنب انه يشارك في القبض على الناس اللي ضد هوملاندر، فبيمثل هنا انه تعبان علشان خاطر يهرب بالموضوع ده، ولكن باقي الشرطه مقتنعين ان ستارلايت خطيره، وده بسبب الدعايه اللي فوت نشرتها. وده بيورينا ان المشكله مش بس في هوملاندر، لكن كمان الناس اللي مصدقه الكذب. حتى لو ستارلايت كذبت ضده، الناس ممكن تفضل مؤمنه بالدعايه دي. بعد كده بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وستارلايت بتعترف ان هي كانت فاكره ابوها سابها علشان خاطر مش عايزها، لكنه بيوريها ان هو كان متابعها طول الوقت ومحتفظ بكل اخبارها وصورها في علبه. كمان بنعرف ان امها هي اللي كانت عايزه تديها كومباوند في علشان تبقى بطله خارقه وتنقذ العالم، لكن ده في الاخر سبب مشاكل كتير، واضطروا يكذبوا عليها ويقولوا ان هي اتولدت بقواها، وده اللي خلى ابوها يسيبهم لانه ما كانش عاوز يكمل في الكذب ده. وفي نقطه مهمه جدا، امها كمان بدات تصدق ان ستارلايت مختاره، وده شبيه باللي بيحصل دلوقتي مع هوملاندر. الفرق ان ستارلايت رفضت الفكره دي، لكن هوملاندر بيستغلها لمصلحته. ستارلايت كمان بتتكلم عن هيو ان هي بتحبه، لكنها سابته لانها خايفه عليه. ابوها بيقول لها جمله مهمه، الناس اللي بنحبهم مش ضعف، بالعكس هم السبب اللي بيخلينا نقاتل. لما بنرجع مرة تاني لفريزا بويز وفرنشي بيقودهم جوه المعمل ده، المكان شكله مرعب حرفيا زي مثلا ذا لاست اوف اس، جثث متعلقة على الحيطان وغيره. بيكتشفوا ان الصيادين اللي كانوا هناك قتلوا بعض، وكان معاهم مادة كمان بول غزال بيستخدموها علشان خاطر يخفوا ريحتهم. لكن المشكلة الحقيقية ان الفي 1 اللي اتجرب هناك لوث المكان كله، وخلى كمان النباتات تطلع جراثيم بتخلي الناس تهاجم بعض. يعني الوحش مش كائن، الوحش هو الناس نفسها. وفي احتمال كمان ان التلوث ده وصل للميه، وده يمكن يكون سبب انقسام للمجتمع كله. في جزء تاني برضه بنشوف ان ماضي في الكوميكس مرتبط بحاجه شباب كده، لما مكان متلوث من كومباوند فيو اثر على عيلته. بعدها هنا بيهزر على علاقه كيميكو وفرنشي ويشبههم هنا بروميو وجولييت، وده تلميح ان ممكن نهايتهم تبقى مأساويه. كيميكو عايزه حياه مستقره واطفال، لكن فرنشي هنا عاوز يعيش حر ويسافر.
بنرجع تاني ونشوف هوملاندر وسولجر بوي وصلوا، وفرنش بيحاول يخبي ريحتهم لكنهم مش مهتمين، بيكملوا عادي. وفي مشهد تاني زديب عامل بودكاست وبيتكلم عن حاجات غريبة وبلاك نوار لسه زعلان منه. زديب غبي لدرجة انه بيضحك عليه بسهولة. وفي الاخر بنشوف اخو ستارلايت بيتفرج على البودكاست ومتأثر جدا بالدعاية، وعنده بوسترات كتير للشخصيات ومنهم زديب نفسه. وده غريب لانه بيحب واحد اذى اخته، وده بيوري قد ايه الدعاية ممكن تأثر فعلا على الناس في العالم الواقعي كمان. ستارلايت هنا بتحاول تقنعه ان كل الكلام اللي فوت بتقول عنها كذب، لكنه بيرد بيقول انها وصلت ل7 بطريقة مش كويسة. وكمان هو بيدرس في مدرسة هنا تسمى هوملاندر، وده بالظبط اللي كانت عاوزاه سيج، ان الاطفال يدغسوا دماغهم من بدري في المدرسة وكمان على السوشيال ميديا. لكن ستارلايت قدرت تقرب منه شويه لان بينهم ذكريات عائليه مشتركه. مش كل الاطفال طبعا عندهم الفرصه دي، وده بيبان لما نكشف ان الولد نفسه بلغ عن اخته، يعني غسيل المخ وصل لدرجه انه يسلم اهله. نروح بقى لسولجر بوي اللي بيرجع للمكان اللي اتحول فيه لسوبر. المشهد شبيه كده لما كابتن امريكا رجع للمعسكر بتاعه القديم، بس هنا الموضوع مظلم اكتر بكتير. في نفس الوقت ذا بويز بيكتشفوا ان مفيش ولا نوتة من الفي 1 فاضله، حد جه قبلهم وسرق كل حاجه. وبيشكوا ان اللي عمل كده شخصيه تسمى بومب سايد، ودي ممكن تظهر قدام في الاحداث. وفي نظريه كمان ان الفي 1 ممكن يستخدم علشان خاطر يرجع ستوم فرونت للحياه، او على الاقل يقودها تاني لو هي لسه عايشه، مش مؤكد بس احتمال موجود. نرجع لستارلايت بقى، بنلاقي ان واحد من زمايل ابوها في الشرطه جاي بعد ما اخوها بلغ عنها. موقف صعب جدا الصراحه، لكن الراجل ده بيحاول يساعدهم بدل ما يسلمهم. وده بيورينا ان مش كل الناس اللي في السلطه وحشين، بس في نفس الوقت الكل خايف لان اي حد يعارض النظام ممكن يتعاقب. بعد كده لما بنرجع لهوملاندر وسولجر بوي، هوملاندر هنا بيشم ريحه بول غزلان، وده معناه ان الخطه بتاعت فرنش فعلا نجحت شويه. سولجر بوي هنا بيحكي انه زمان كان في الحرب، بس في الحقيقه اغلب قصصه كانت متفبركه زي دعايه فود. حتى دخول التجارب كانت بسبب علاقات ابوه، يعني مش بطل حقيقي زي ما بيحاول يبان. العلاقه بينه وبين ابوه كانت سيئه جدا، وده خلاه يطلع شخصيته معقده ومليانه مشاكل، وده نفس اللي بنشوفه مع هوملاندر دلوقتي. الحلقه بتركز على فكره ان طريقه تربيه الاب بتاثر جدا على الابن، يتطلع شخص كويس يتطلع شخص متدمر. ذا بويز هنا بيكتشفوا ان هوملاندر وسولجر بوي فوق في المبنى، وفي نفس الوقت الخلاف بينهم بيتفجر. هيو بيكشف ان بيلي وام كانوا عاوزين يدمروا الفي 1 ويقتلوا كل السوبرز، مش ينقذوا الناس. وده بيخليه يواجه بيلي ويقول له انه شبيه بهوملاندر. الاتنين مستعدين يعملوا اي حاجه علشان خاطر يكسبوا حتى لو بقوا وحوش. الخناقه بينهم بتكبر وبتتحول لمعركه كامله، وكل واحد بيهاجم التاني، وده بسبب تاثير المكان اللي بيخلي الناس فعلا عندهم عداوه. حتى كيميكو بترجع الحته القديمه ساكته، وده بيبين ان الكل بيرجع لأسوأ نسخه من نفسه. في نفس الوقت هنا سولجر بوي بيحبس هوملاندر في مكان فيه اشعاع اليورانيوم، وده بيضعفه جدا، شبيه كده بالكريبتونيت بالنسبه لسوبرمان. وده اول مره نشوف هوملاندر ضعيف بالشكل ده. المثير بقى ان سولجر بوي مش عاوز يساعده، بالعكس هو عاوز يدمره لانه بيكرهه، يعني حتى كمان ابوه نفسه ضده. بيلي هنا بيلاقي هوملاندر وهو ضعيف، وبيبتدي هنا يواجهه بالكلام، كل واحد بيحاول يكسر التاني نفسيا، والمشهد ده من اول اللحظات في الحلقه. في نفس الوقت هنا باقي الفريق بيضربوا في بعض والدنيا كلها بتقلب فوضى. في النهايه هنا بنكشف ان سبب كل اللي بيحصل ده هو تجربه علميه فشلت، وخلت الكراهيه تنتشر زي العدوى في المكان ده، وتخلي الناس كمان تهاجم بعض. في وسط كل ده بقى فرنش بيتقفش وسولجر بوي بيجري وراه، بس بيعرف يوصله في النهايه الاوضه اللي فيها السبب اللي مخلي كل الناس مجنونه وغضبانه بالشكل ده، وهو كوين. هو وسولجر بوي كانوا بيكرهوا بعض جدا، والكراهيه دي لسه موجوده يعتبر جوه الدم بتاع كوين، وده اللي سبب الطفيل ده. واتوقع ان احنا ممكن نشوف القصه دي مكتمله اكتر في مسلسل بريكول بتاع في رايسنج. وبطريقه غريبه شويه كده ومريحه زياده عن اللزوم، فرنشي بيخلي سولجر بوي يقتل كوين، وده طبعا عن طريق ان هو يوقع ما بينهم او يستفزه زياده عن اللزوم. ولما الطفيل ده بيختفي كل الناس بترجع لطبيعتها تاني، بس الواضح جدا هنا ان الكلام اللي اتقال بينهم هيفضل مؤثر عليهم شويه. الغريب ان الاشعاع اصلا ما اثرش على فرنشي، وكمان سولجر بوي ولا اتقاتل ولا هو ولا حتى كمان بيلي، وده غريب شويه. لكن بنشوف جانب انساني من سولجر بوي لما بيقول انا اسف، وده بيشد انتباه بيلي. العلاقه بينهم كانت معقده، كانوا حلفاء قبل كده، بس بعدين سولجر بوي اتفق مع هوملاندر ضده. وكمان الفريق حاول يقتله قبل كده بالفيروس، بس هو باين عليه خلاص تعب وعاوز يموت، وبيستغرب كمان ان هوملاندر ما قتلهوش. الفريق بعد كده بيركب عربية وبيمشوا مع أغنية قديمة شغالة، والمسلسل مستمر يستخدم أغاني التسعينات في المشاهد دي. لما بنرجع بعد كده لستارلايت بنلاقي إن أخوها بيعتذر ليها على اللي عمله، وأبوها بيقول إن نفسه يشوفها تاني، بس في إحساس إن الموضوع ده ممكن ينتهي بشكل مأساوي ليها. هوملاندر بيهرب من الحبس بالقوة وبيلاقي أبوه بيعيط. سولجر بوي عاوز هوملاندر يقتله، لكن هوملاندر بيرفض. كيميكو بعد كده بتشكر فرنشي، وبنشوف إشارة لإيترين وكأنه لسه ليه تأثير عليهم. فرنشي بيعترف انه كان شخص ضايع ومدمن، وبيقول انه عاوز يبقى الشخص اللي كيميكو عاوزاه،
لكن هي مش عاوزة تغيره، وده بيبين إن هما بيبعدوا عن بعض. هي بتتطور وهو لسه عايش في الفوضى. في المقابل بعد كده هي وستارلايت بيرجعوا لبعض، وبتفهم ان هي احسن وهي معاه. بيلي بعد كده بيشوف تسجيلات قديمه لتجارب سولجر بوي، وبيكتشف انه عنده نقطه ضعف وهي الاشعاع، وده ممكن يكون مفتاح انه يقتل هوملاندر لان الاشعاع ممكن يدمر قوه الفي. بعد كده بنشوف شويه حاجات كده حرفيا كفر في كفر، ولكن احنا ملناش دعوه بالكلام ده كله، فمعلش استحملونا والله عشان هي الحلقه اصلا كلها كفر والعياذ بالله، حاجه استغفر الله العظيم يا رب. بكل بساطه بتشوف هوملاندر وبيتقدم كايه نبي امريكا، وفاير هنا بتقول ان هي بتؤمن بيه، واضح انها مش مقتنع من جواها، واشلي ملاحظه حاجه زي كده. بيعلنوا كمان عن كنيسة أمريكا الديمقراطية، وبيقدموا هوملاندر كأنه المخلص، وبيحطوه قدام الصليب وكأنهم بيقولوا إنه خلاص ده الملك. بس رغم كل ده هوملاندر مش مبسوط، وشه كله غضب ومتضايق كمان، وده بيوضح إنه مهما خد سلطة عمره ما هيبقى راضي أصلا. في النهاية بنسمع النشيد بتاع أمريكا، لكن النفس اللي بيطلعه هوملاندر بيبان كأنه تعب أو ضغط مش فخر، وده بيدل على بداية مرحلة جديدة وخطيرة في عالم ذا بويز. طبعا الكلام اللي هقوله لك بعد كده ممكن يكون في حرق شويه للاحداث، فلو مش عاوز يتحرق عليك حاجه بلاش تكمل. بس بكل بساطه كده اللي قارئ الكوميكس هيلاحظ ان الاحداث دي شبيهه برضه بالنهايه هناك. في الكوميكس بيلي بيقتل كل فريق ذا بويز علشان خاطر محدش يوقفه، وهو بيحاول يقضي على كل السوبرز. كيموكو وفرنشي في الكوميكس نهايتهم مأساوية جدا وبيموتوا بطريقة صادمة، وفي احتمال ان المسلسل يقرب من النهاية دي خصوصا مع التلميحات اللي شفناها. الزوج الوحيد اللي بيعيش في الآخر هو هيوي وستارلايت، لكن المسلسل ممكن يغير شويه من الاحداث خصوصا ان شخصيه كيميكو متطوره اكتر هنا. كمان مؤخرا ايريك بنفسه طلع وقال انه قلقان جدا وهو بيشتغل على نهايه المسلسل ذا بويز. قال كمان ان بصراحه كده عمل الحلقه الاخيره كان مرعب بطريقه مش طبيعيه، ما كنتش مرتاح خالص وما كانش عندي ثقه في اللي بنعمله، الموضوع كان مخيف جدا، وكنت خايف الناس تتفاعل مع النهايه زي ما حصل كده مع جيم اوف ثرونز. ومن كلامه كده ممكن يتوضح معانا ان النهايه دي فعلا ممكن تبقى غريبه شويه وما تعجبش معظم الناس، بس خلينا برضه ما نسبقش الاحداث. فبصراحة كده أتمنى إن الحلقة الجاية تكون مضبوطة أكتر من الحلقة دي، لأن الحلقة دي حسيت كده إن هي مش طبيعية شوية، زي ما يكون الحلقة دي كانت اتشالت أصلًا من الموسم ده وبعد كده رجعوا فكروا وحطوها تاني. بس في كل الأحوال ده برضه طبيعي يعني، ما يمنعش إن ده بيحصل مع المسلسلات، تلاقي أوقات حلقات قوية جدًا وبعد كده تلاقي الحلقة بعدها نزلت شوية، وبعدين مش هنروح بعيد يعني، عندك أكبر دليل على ده مسلسل Invincible، الحلقة بتاعة النهاية يمكن ما تكونش قوية أوي، ولكن زي ما قلنا برضه في الفيديو بتاع تحليل الحلقة الأخيرة إن ده تمهيد للموسم الجديد. فبس كده يعتبر دي كل حاجة اللي حصلت معانا لحد دلوقتي في الحلقة رقم 4 من مسلسل ذا بويز. كالعادة بقى استنى في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت راجع عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.